بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. في سلوك حقير أقدم فكاهي فرنسي يدعى جوليان غازاري على وصف الدولي المغربي أشرف حكيمي بالكلب. هذه الإساءة تمت خلال بودكاست غوتين سونفلام على قناة إغمسي الفرنسية يقدمه جيرون روتين لاعب باريس سان جيرمان السابق. وجاء الكلام العنصري للإعلام الفرنسي جوليان كازاغ بمناسبة قضاء أشرف حكيمي وكيليان مبابي عطلتهما في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولهما على ترخيص من النادي الباريزي. واستاء المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي من الازدراء والكلام العنصري للمذيع الفرنسي الذي يفتقر إلى اللياقة والأدب ولا يمت بأدبيات العمل الصحفي المهني بصلة. واستنكر المعلقون سماح قناة إغمسي بتمرير هذا الخطاب العنصري وامتهان كرامة اللاعب المغربي بهذا الأسلوب القذر. ورغم تبرير كازار لفعلته معترا أنه مجرد تصريح هزلي، إلا أن ذلك لم يقنع الجمهور المغربي والباريزي الذي اعتبر أن الأمر قد تجاوز حاجز السخرية والهزل الذي يمكن القبول به إلى مستوى آخر من الكراهية والعنصرية المبنية على الأصل. وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من المذيع تقديم اعتذار رسمي وصريح عما بدر عنه من سلوك غير لائق، فيما اعتبر آخرون أن حتى الاعتذار لا يكفي في مثل هذه الحالات، لأن الأمر وصل إلى درجة جنحة السب والقذف ونشر خطاب الكراهية والعنصرية، وهو ما يستوجب متابعة قانونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.